السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن الاحوال. وصفتنا لنهار اليوم كعك النقاش بطريقه سهله وبسيطه بعجينه رائعه تجي طريه وتذوب في الفم وحشو يقعد طري لاطول مده. قبل ما نبداو في الوصفه تاعنا ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من الوصفات. ونقولوا بسم الله ونبداو في الوصفه تاعنا. هنايا عندي مبشور تاع حبه ليمون كان عندي في المجمد، ودرت هنايا خليط ما بين الماء والمزهر حوالي 100 غرام. وانتم الماء والمزهر على حسب نوعيه فارينه، كاين فارينه تشرب كاين فارينه اللي ما تشربش. راح نديرهم فوق النار تكون متوسطه، نخليهم يسخنوا فقط ما تخلوهمش يغلوا بزاف. بعدها نحيي الكسرونه من فوق النار ونخليها حتى تبرد تماما، ونعاود نصفي هذاك الخليط. لازم هنايا يبرد باش تصفيوه. على درت هذه العمليه باش ما نديرش مبشور الليمون في العجينه، درته بهذه الطريقه كيما الكعك البجاوي عفوا. هما يديروه بالسكر العادي، انا درته بهذه الطريقه، يعني خلط غير مبشور الليمون مع الماء والمزهر. هنا الماء والمزهر درت حوالي 100 غرام وانتم على حسب نوعيه الفارينه. هنايا ندوزو نحضروا العجينه. عندي 500 غرام فارينه، لازم تكون من النوعيه الجيده ولازم تغربلوها. وندير هنا 100 غرام تاع سكر ناعم نغربلوه هو ثاني، وقرصه تاع الملح ومغرف صغيره معمره مليح تاع لافاني. نخلط النواشف مع بعضهم البعض. نعاود لكم المقادير. درت 500 غرام تاع فارينه و100 غرام تاع سكر حوالي كاس ناقص اصبع، وندير قرصه تاع الملح ومغرف صغيره معمره مليح تاع لافاني. وهنا الإدام خلط ما بين السمن ومارغرين، درت 250 غرام، يعني درت 125 غرام تاع مارغرين و125 غرام تاع السمن، ولازم يكونوا طريين بدرجة حرارة الغرفة ما تذوبوهمش. إذا كان الجو بارد وكانوا بزاف جامدين ذوبوهم غير شوية برك، قسمة يطراو ما تذوبوهمش كامل، باش تجيكم العجينة تاعكم بسة وتجيكم هايلة. ونبدأ نبسس في العجينة تاعي لمدة 4 دقائق حتى 3 دقائق عفوا. شوفوا هنا في هذه المرحلة لازم تبسوها مليح كما راكم تشوفوا، بسوا ما بين كف اليد، حكوها ما بين يديكم حتى تتحصلوا على كرة. هذه الخطوة مهمة بالبزاف. شوفوا لازم حتى تحصلوا على كرة ولا السمن ولا الإدام يدخل مليح في الفارينة. بعدها نجيب هذاك الخليط تاعي اللي كنت صفيته حوالي 100 غرام، نبدا نضيف فيه بشويه. هنا ضيفوا وخلطوا باطراف الاصابع، ما تعجنوش العجينه تاعكم، ردوا بالكم تعجنوها. هنايا راني ندخل فيها غير باطراف الاصابع. وهذاك الخليط تاع الماء والمزهر والقارص راهو بارد، ما لازمش تستعملوه سخون. هنايا ديروا كل ما تشوفوا العجينه تاعكم شربت زيدوا حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه ودير لكم خطوط بيضاء. كي تشوفوا هذوك الخطوط البيضاء معناتها العجينه تاعكم خلاص ما راهيش مخصوصه ماء. شوفوا هنا ما رانيش نعجن فيها، راني ندخل في الماء والمزهر والقارص غير باطراف الايادي، شغل راني نقطع فيها برك باش ندخل هذوك السوائل. وباش تعرفوا العجينه تاعكم ما راهيش مخصوصه ماء، احكموا كميه من العجين ديروها على شكل كريه وضغطوا عليها. اذا ما دارت لكمش تشققات معناتها خلاص، والعجينه تاعكم تكون طريه وليس وما فيهاش تشققات. هنا تعرفوا بالعجينه تاعكم راهي واجده وما راهيش مخصوصه سوائل. هنايا نوزنها مباشره، انا راح نوزنها 40 غرام على حسب المول اللي راح ندير فيها. خرجت لي 23 حبه. هنا من الافضل وزنوها بعدها خلوا العجينه تاعكم تريح، احسن من تخلوا العجينه تاعكم يعني تريح بلا ما توزنوها هكاك باش تربحوا الوقت. بعد ما وزنت العجينه تاعي نغطيها بكيس بلاستيكي، هنا ضروري تغطوها بكيس بلاستيكي باش ما يقيسهاش الهواء، وخلوها تريح ليله كامله، من افضل ليله كامله. اذا كنتم مزروبين خلوها 4 سوايع باش تمد لكم نتيجه افضل. هنا نجوزو للحشو. عندي كميه من الغرس نعجنه بالمزهر ولا بالماء حتى تحصلوا على غرس يكون طري يتلاصق شويه في اليد. بعدها درت له مغرف صغيره تاع مارغرين ومغرف كبيره تاع زيت ومغرف كبيره معمره مليح تاع جلجلان يكون محمص، ونعجن مليح. بعدها في الاخير دهنت يدي بشويه تاع زيت باش نلم
هذا الغرس. شوفوا لازم تتحصلوا على هذا القوام باش يقعد لكم طري لأطول مدة عفوا. شوفوا ولازم تختاروا نوعية جيدة تاع الغرس. هنايا نوزنوا مباشرة، وزنت الغرس تاعي 12 غرام. بعد ما ريحت العجينة تاعي نبدا في طريقة التشكيل. نحكم الكرية تاع العجين، نعملها على شكل حربوش، نبسطها بيدية ونحلها بالحلال بشكل طولي على شكل مستطيل وتكون رقيقة باش كاع النقاش تاعنا يجينا مورق. نحط الحشو في الطرف ونرولي. هناك العجينة لازم تلامس الحشو، ما لازمش يدخل الهواء ما بين الحشو والعجينة. ونبقى نرولي فيها ونفتحها بهذا الشكل، جهة نغلقها وجهة نفتحها كما راكم تشوفوا، وندخل هذيك الجهة اللي غلقتها في الجهة اللي فتحتها ونغلق مليح على شكل كعكات. ونجيب المول تاع السيليكون اللي راح ندير فيه ونحط العجينة تاعي ونبسطها مليح بهذا الشكل. هذا المول راح يعاونكم بزاف خاصة المبتدئات. نعاود نحل معاكم ولا نعاود نشكل معاكم وحده. نحل العجينة تاعي بشكل طولي وتكون رقيقة، ونعاون روحي بالكوبات نمدلها شكل مستطيل. وهنايا الغرس لازم يكون طري بزاف، لانه كي تدخلوه للفرن يزيد ينشف. لو كان ديروه ناشف راح ينشف لكم ويجيكم الحشو يابس. لازم تعجنوهم مليح بالمزهر ولا بالماء. على بها قلت لكم اختاروا نوعيه مليحه تاع الغرس، وتاني اعجنوهم مليح حتى يولي يتلاصق. بعدها بداو ضيفوا له الجلجلان والزيت ومغرفه صغيره مارغرين ولا سمن. كما راكم تشوفوا هنايا كي كملت درتها على شكل كعكات حطيتها في المول ونبسطها. هنايا نسويها مليح. شوفوا هنا بعد ما كملت واش راح درتها في المجمد وحوالي 5 دقائق قسمة تجمد وتنشف لي هذيك العجينة باش تتنحى لي من المول عفوا وما تفسد ليش. خلوها غير 5 دقائق فقط ولا 10 دقائق، ما تطولوش عليها. بعدها نحيتها من المول وبديت ننقش فيها. هنا اذا ما قدرتوش تنقشوها ولا كانت جامده بزاف خلوها تريح غير شويه وبداو نقشوها. وهنا بالنسبه لطريقه تنقاش تبعوا غير هذوك الرسومات تاع المول ولا الرشمات تاع المول سيليكون. نبداو من تحتها من الاسفل الى الاعلى، وعاونوا روحكم بالفارينه باش العجينه ما تلصقش في النقاش. شوفوا الطريقه راهي بزاف سهله، تبعوا غير الرشمه. كما قلت لكم المول هذا راح يعاون بزاف المبتدئات، يعني اي وحده راح يعاونها. تبعوا غير الرشمه هذيك ونقشوا. بعد ما تنقشوهم كامل حطوهم في السنيوه، ما تروحوش طيبوهم مباشره. ضروري انهم يباتوا ليله كامله، ولا كنتم مزروبين خلوهم 3 سوايع ولا 4 سوايع باش كي طيبوهم يبقاو محافظين على الشكل تاعهم وعلى الرشمه تاعهم. انايا خليتهم ليله كامله. اذا كان الجو بارد خلوهم برا عادي، تحبوا غطوهم بكيس بلاستيكي وزيدوا فوقهم طرشونه، تحبوا تخلوهم هكاك. واذا كان الجو سخون ديرهم في الثلاجه باش ما يطلقولكمش اليدام تاعهم، لازم ديرهم في الثلاجه. كي ارتاحت العجينه تاعي ليله كامله غدوه من ذاك طيبتهم على 180 درجه ولا 170 درجه. لازم تكون درجه حراره متوسطه ماشي قليله وماشي قويه. طيبتهم من تحتها حتى نداو اللون الذهبي. بعدها طفيت عليهم من تحت وشعلت لهم الفوق حتى يدو هذه التحميره. ما لازمش تحمروهم بزاف بزاف وما تخلوهمش بيوضه، يعني يدو اللون الذهبي. وتاني ما لازمش يطولوا في الطياب، لو كان يطولوا في الطياب راح الحشو تاعكم ينشف ويجيكم يابس.